مشاهدينا الاعزاء، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده على الهواء مباشره والجيش الابيض. والنهارده ان شاء الله بنتكلم في حلقتنا عن اهم المبادرات الرئاسيه اللي قدمت تحت مظله 100 مليون صحه. حديث النهارده ان شاء الله بنتكلم عن اهم هذه المبادرات وايه مدى نجاحها مع ضيفنا العزيز دكتور احمد جمعه المهدي، نائب مدير عام مستشفى الحسين الجامعي. اهلا بيك يا فندم، مشرفنا ومنورنا. ولو حبينا نبدا باهم المبادرات الرئاسيه اللي شايف حضرتك ان الدوله حققت فيها نجاح كبير جدا، ايه هي اهم مبادره؟ احنا طبعا لو اتكلمنا في المبادرات الرئاسيه، طبعا 100 مليون صحه، القضاء على فيروس سي، طبعا دي من اهم المبادرات اللي اتعملت. نقدر نقول ان احنا وصلنا تقريبا ل 100%. دي ما كانش الهدف برضو منها، او يعني النتائج اللي كانت كويسه منها مش القضاء على فيروس سي بس، قد ما هو اتعمل داتابيز او زي ما بنقول كده قاعده بيانات كبيره جدا لكل الشعب. الناس اللي عندهم امراض، الناس اللي تلقوا علاجات، الناس اللي كان في مضاعفات حتى من العلاج او مضاعفات من الفيروس نفسه. بدأنا ان هم يتعمل لهم قاعدة بيانات بحيث ان هو يبقى ليهم العلاج بتاعهم يبقى سهل يتوفر. لو في مضاعفات نقدر نحولهم على شفتهم على علاجات تانية. لو لا قدر الله كانوا وصلوا لمشكلة تليف او مشكلة دي اي طبعا بتبقى مشكلة، هنا المرحله اخطر مرحلة واخطر شويه، متقدمة شوية، خلاص بيبقى اتقضى على الفيروس، بس في بقى مضاعفات من الفيروس نفسه على الكبد. وده اللي هي المبادرة التانية اللي هي طبعا صحة الكبد وان احنا نقدر نقدم لهم الرعايه الصحيه اللازمه. يعني نقدر نقول النهارده انه بنسبه 100% او كام في المية تم القضاء تماما على فيروس سي من خلال مبادره 100 مليون صحه للقضاء على فيروس سي. احنا نقدر نقول ان احنا وصلنا تقريبا ل 100%، بس هو مفيش فيروس بيموت عشان هو اوريدي الفيروس بره الجسم ميت. لكن بنقول الحالات اللي كانت مصابه، الحالات اللي كانت مصابه فعلا تقريبا دلوقتي احنا كيورد او هيلد زي ما بنقول كده، اللي هو خفوا، اللي هو اخذ العلاج والحمد لله ما بيجي يعمل تحليل PCR بنلاقي النتائج ما فيش. عظيم. طيب لو حبينا نتكلم عن يعني اهم الامراض الساريه حاليا واهميه الكشف المبكر عنها، لان النهارده بنقول النهارده الوقايه خير من العلاج، ويمكن اكتشاف الامراض بشكل مبكر بيعفي المريض من كتير جدا من مشوار العلاج الصعب. فايه هي اهم الامراض يا دكتور؟ طبعا احنا في اللي هي الامراض اللي انا بقدر اكتشفها مبكرا، طبعا هي الامراض السرطانيه، امراض المناعه، في عندنا امراض مثلا نقص هرمونات معينه موجوده في الجسم، بعض الحاجات التانية زي التقزم او هنتكلم عنها طبعا دي كل الحاجات دي كلها من الحاجات اللي احنا كل ما اكتشفها بدري كل ما لازم ان انا اعالجها وهقدر ان انا اوصل لنتيجه افضل بكتير جدا من ان انا اكتشفها متاخر. تمام. لو حبينا نقول النهارده اهم التحاليل المفروض البني ادم او الانسان كل فتره يعملها للاطمئنان على صحته، حتى لو ما كانش هو معتل من مرض معين، لكن ايه التحاليل الدوريه اللي المفروض الانسان لازم على طول يعملها كل فتره؟ احنا طبعا الانسان ده لازم نقسمه على حسب العمر وعلى أيوة. حسب الجنس. فطبعا مش كل الناس هيعملوا نفس التحاليل، لا الاطفال حديثي الولاده ليهم تحاليل معينه، هرمونات معينه لازم نتاكد ان هي كويسه، اللي هي الغده الدرقيه، الفيتامين دي، الغده القذريه، الحاجات دي مهمه جدا بيتعمل لها تحاليل. ده في السن الاطفال سواء بقى اذا كانوا ولاد او بنات. طبعا في عمر معين مثلا اللي هو العمر اللي هو اطفال المدارس بيبقى في حاجات تانية لازم بنعمل لهم تحاليل، اللي هي مثلا دي عشان الاطمئنان، لكن هو بيبان ليهم علامات اللي مثلا لو في نقص هرمونات معينه او انزيمات معينه اللي هي بتهضم بروتينات او بتهضم سكريات معينه. في ناس ما بيتحملش ان هو يشرب اللبن، في حد مثلا عنده نقص في انزيم معين من بيهضم حاجه معينه زي الدقيق العادي ما ينفعش، لازم ياخد دقيق الذره. فطبعا دي من ضمن الحاجات اللي هي ليها تحاليل مخصوصه. طبعا في السن الاكبر شويه الاربعينات طبعا بيبقى الرجاله مختلفين شويه عن الستات. في حاجات معينه لازم بنعملها للسيدات زياده شويه في الفتره اللي هي بتاعه الانجاب، عشان نشوف الصحه الانجابيه، نشوف اذا كان في الانيميا بتبقى عندهم طبعا نتيجه فقد الدم اللي بيحصل، فلازم نبقى التحاليل دوريه كل فتره. الرجال طبعا في عمر معين بنبتدي نشوف السكر، نشوف امراض الضغط، الحاجات دي كلها. وحضرتك طبعا تنصح ان التحاليل دي مش شيء فيه رفاهيه، لكن ده لو الانسان عايز يحافظ على صحته زي ما قلنا الكشف المبكر دايما بيعفيك من المشوار الصعب في العلاج.
تمام. هو طبعا انا لما اكتشف الحاجه في بدايتها مهم جدا هتتعالج، وحتى لو هي ليها مضاعفات بتبقى حاجات بسيطه جدا اللي ايوه. اثرت. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن يبقى في عندنا التهابات في الاعصاب من مرض السكر، ايوه. مثلا واحد عنده مرض سكر. التهابات الاعصاب لو انا بتابع بانتظام، متابعه مجرد المتابعه واطمن على السكر بتاعي دوريا، هلاقي ان انا لو حصل فيه التهاب في اي عصب من الاعصاب، سواء الاعصاب الطرفيه او الاعصاب المخيه، هعالجه بدري، النتائج تبقى افضل. زي الناس اللي بيجي لهم مثلا العصب السابع او الالتهاب في العصب البصري او الكلام ده، لما اعالجه بدري اول ما اكتشف الموضوع بحافظ عليه بنسبه فوق ال 90 ل 95%. عظيم. كان في طبعا مبادرات رئاسية مهمة جدا وكانت موجهة للأطفال وطلبة المدارس، المحافظة على صحة الأطفال خاصة في المدارس. كانت مبادرة رئاسية مهمة جدا ولمنع التقزم كمان، حابين نلقي الضوء عليها. إيه والله طبعا المبادره دي تعتبر من اهم المبادرات اللي اتعملت، اللي هو ان انا اقدر في سن زي ما بنقول كده اللي هو سن تحت 12 سنه، أيوة. ان انا اكشف على الاطفال اللي عنده اي مشاكل من المشاكل المناعيه، نقص هرمونات معينه، نقص انزيمات معينه. طبعا اتكشف على عدد كبير جدا يمكن يتجاوز مثلا 5 مليون. 5 مليون طالب 5 في مليون طالب، المدارس. فطبعا دي عدد كبير جدا. الناس اللي هم الاطفال اللي هم اتوجد فيهم مشاكل بيتحولوا، او في التحاليل مثلا كانت النسبه مثلا في بعض التحاليل عاليه شويه، لازم بيتعمل له تحليل تشيك مره تانية بحيث ان هو يتاكد. اللي عنده اي مشاكل بيبتدي ان هو يتعمل له كارت والمتابعه جانبيه كمان. كنت عايزة لحضرتك بالنسبة لمرض التقزم ده، هل سببه يعني بيكون من التغذية السيئة ولا ده مرض وراثي؟ ده من اشهر الاسباب. اه. احنا لو عندنا 100 طفل عندهم قصر قامه، ال 100 طفل دول على الاقل خالص من 60 ل 70% سوء تغذيه. سواء سوء تغذيه ان انا ما باخدش الحاجات المفيده، او بزود من الحاجات المضره. يعني احنا عندنا لازم يكون في زي ما بنقول كده توازن ما بين الهرمونات بتاعه الجسم، أيوة. اللي هي المسؤوله عن النمو والمسؤوله عن ان نوقف النمو. يعني في عندنا حاجات بتطول العظم، وفي حاجات بتوقف وبتقلل او طول العظم. فلو دي زادت، اللي هي بتقفل زي ما بنقول كده العظمه بتطول من اماكن معينه. أيوة. لو في هرمونات معينه زادت في الجسم، هتبدا الحتت دي يحصل فيها تكلس، او اللي هو الكالسيوم يترسب فيها، فخلاص مش هتطول اكتر من كده. الهرمونات دي من اشهر الهرمونات موجوده سواء رجال او ستات، هرمون الانسولين. فهرمون الانسولين كل ما يكون بكميه، يفرز بكميه كبيره، كل ما نلاقي الطفل صغير. يبقى بالتالي وده لما طبعا ياكل، رجع للتغذية هي اللي ما هو انا الهرمون الانسولين هيطلع عليه لو باكل إلا سكريات بالأكل كتير. بالظبط. لو انا باكل سكريات كتير يبقى لازم هرمون الانسولين هيطلع كتير، فبالتالي هيقلل شويه من النمو، هيقلل شويه من الطول، بجانب ان هو طبعا هيزود في الاوبيستي او اللي هي السمنه يعني. عايزه لحضرتك في النقطه دي انه قد يكون نقص بعض الفيتامينات في جسم الاطفال له ردة فعل على طفل بشكل معين وطفل اخر بشكل مختلف. هي طبيعه الجسم هنا ليها دور في الموضوع؟ ده بقى الجزء اللي هو نقول اللي هو ال 30 ل 40% المتبقي غير سوء التغذيه. في حاجات بتبقى عوامل وراثيه، بتبقى مثلا او حاجات في الجينات، مش شرط يكون الاب والام فيهم. لكن زي ما بنقول في عندنا الحاجه الوراثيه، يا اما انا واخدها من الاب والام، او نتيجه زي ما بنقول كده الجين بتاع الشخص بدا يظهر عليه الصفه دي، فنلاقي موجوده فيه نقص مثلا انزيمات معينه. في اطفال مثلا لو شربتوا اللبن التقليدي ما عندهوش الانزيم اللي بيهضم الجلاكتوز، أيوة. فبالتالي لو شرب لبن عادي هيحصل له انتفاخ، هيحصل له ان هو النمو بتاعه يقل، هيحصل نحافه شديده جدا. فلازم من ضمن الحاجات دي مهمه، مش ان انا مثلا طفل اجبره ان هو ياكل حاجه معينه اقول ان هو ده الفايده. لا، لو انا اعطيته زي ما بنقول كده الاكل ده وحصل له منه مشكله، لازم ان انا اعمل تشيك، لازم ان انا اعمل تحاليل. يمكن يكون من النسبه القليله اللي عندهم مشكله في الايه في الهضم ده. الحقيقه كانت من ضمن ايضا المبادرات الرئاسيه اللي هي صحه الام والجنين، لانه اكيد انه في مرحله الحمل صحه الام والجنين مرتبطه ببعض بشكل كبير جدا، وان يمكن التوعيه السليمه ان الام تاخد الادويه السليمه المطلوبه تاخدها، غذاء سليم، نمط حياه سليم في فتره الحمل، اكيد ده بيأثر في
يعني صحة الجنين بعد كده. فعشان كده حابين نتكلم عن هذه المبادرة كمان يا دكتور. هو طبعا بصفة عامة، طبعا لو صحة الأم كويسة، طبيعي إنه ده هيحصل انعكاس على صحة الجنين. ده طبيعي. يعني الأم اللي عندها سكر، الجنين برضو بيحصل فيه شوية مشاكل زيادة، شوية حجمه بيبقى أكبر شوية من الطبيعي. ممكن فرصة الولادة الطبيعية تبقى أقل، يبقى الولادة القيصرية أكبر لأنه بقى حجمه أكبر. فشيء طبيعي جدا. المبادرة دي يعني من ضمن الحاجات اللي كانت مهمة جدا إن هي تتعمل، مش بس في الجانب اللي هو العلاجي، لا الجانب التوعوي، ان هو لازم يبقى فيه كل شويه تنبيه وتوعيه للي هم الحوامل. ايه الاكل المهم، ايه الادويه اللي المفروض ما ياخدوهاش، ايه الحاجات اللي المفروض لأن كمان يتجنبوها. الحقيقة الفترة اللي فاتت ونتيجة جائحة كورونا كانت الناس بتاخد المضادات الحيوية بشكل يعني بدون استشارة طبيب من تلقاء نفسها، وده كان شيء طبعا يعني غلط جدا. هو غلط من ناحيتين. اول حاجه خالص ان احنا الناس فعلا اللي هم كانوا محتاجين مضاد الحيوي ما لقوهوش، فبالتالي بالظبط، عمل بقى مشكلة في مشكله كبيره. آه. والحاجه الثانيه اللي هو ضر نفسه، لان هو انا لما باخد مضاد حيويه بكميات كبيره، ده في المقابل الميكروبات او البكتيريا ماتت، قصادها لازم الفطر هينمو. يعني دايما اللي بياخد مضاد حيويه كتير نلاقي في عنده مشاكل في الهضم، نلاقي في عنده الاسنان ممكن يحصل فيها شويه تسوس، ممكن نلاقي في شوف فطريات قد ايه بتظهر في حتت في العلاقة الجسم ممكن تكون بعيدة، بس هي مرتبطة ما بين مرتبطه مضاد جدا. حيوي ما هو وتسوس انا بكتيريا الأسنان. ماتت، لازم الفطر هينمو. اه ده توازن، ده توازن حتى في الجلد. لو في بكتيريا، في نفعه وفي ضاره، وعندي فطر، لو انا قضيت على البكتيريا بصفه عامه، الفطر هو اللي هينشط وهينمو. الاقي في تنايات الجلد، الاقي الفطريات بدات ان هي تنمو. دكتور احمد، كنت عايز اسال حضرتك عن نقطه كمان مهمه جدا، لان دي شفتها يعني لعدد كبير من الناس اللي بياخدوا فيتامينات بلا يعني حتى استشارة طبيب ولا يعني تحاليل. هو من وجهة نظره انه بياخد المجموعة الفيتامينات سواء سي او دي او اي فيتامين، هو كده بيحافظ على نفسه. فاحنا عايزين نقول النهاردة ان كتر استعمال الفيتامينات ممكن يكون مضر زي قلة وجودها في الجسم. تمام. طبعا الموضوع ده اتكلمنا فيه باستفاضه كبيره جدا، يمكن 4 أو 5 حلقات في وقت كورونا. الفيتامينات، يعني عندي انا فيتامينات بتدوب في الميه، يعني بتدوب في الدهون او الزيت زي ما بنقول. اللي بتدوب في الميه لازم هتنزل عن طريق الكلى لو هو زياده عن الحد. لو هي بتدوب في زيوت لازم هتتكسر عن طريق الكبد. يبقى بالتالي لو انا واخد كميات زياده، انا مش هقول هي هتعمل ايه في الجسم غير على العضوين دول بس، الكبد والكلى. ودول فبالتالي يعني الزياده اهم من عضوين في اهم عضوين في الجسم. الجسم. مش هقول هم هيعملوا ايه في العظم، مش هيعملوا ايه في الاعصاب، هيعملوا ايه في الهضم حتى. هم بس كفايه بس العضوين دول ان هم يتاثروا. يعني يبقى انا عندي مثلا تاثير في الكبد، خمول وكسل، انا بجهده تديله بكميه فوق كبيره. طاقته احنا طبعا. في مرض اسمه هايبر فيتامينوزيس، يعني زياده في الفيتامينات في الجسم. فده مرض مش حاجه كويسه ان انا اخد فيتامينات كتير بزياده عن الحد اللي انا محتاجه. ان دي الحقيقه كانت يعني موضه الفتره اللي فاتت، فيتامين سي وفيتامين دي مع جائحه كورونا الناس كانت بتاخدها حاجه سيئه بكميات جدا لدرجه طبعا. حصل نقص كبير جدا للي كان محتاج فعلا الفيتامينات في ما الفتره دي. كانتش كان موجوده في فعلا. نقص نتيجه ان الناس بتحاول يعني تاخد يعني عدد كبير من عبوات الفيتامينات دي. فبالتاكيد انه فيتامين سي مهم، فيتامين دي مهم، بس وهي تركيزها كترتهم في الدم 24 ساعة، بالظبط. مش هتبقى أكتر من كده. يا هتتخزن في الكبد أو تتكسر وتفقد، يا إما هتنزل عن طريق البول. نروح لمبادرة أيضا مهمة جدا، وهي مبادرة ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة. وحابين نعرف من حضرتك قد إيه المبادرة دي خدمت عدد كبير جدا من الأطفال. هو طبعا المبادرة دي هي طبعا بادئة، قدمت خدمات كويس جدا، يمكن تجاوزوا 1,000,000 دلوقتي. بس المبادرة دي من أهم المبادرات. ليه؟ لأن زي ما بنقول احنا في عندنا حواس بنتلقى منها المعلومات. من أهم الحواس دي بعد العين هي السمع. لو والمشكلة في السمع مش زي العين. العين أنا مش شايف هقرب عشان أشوف، مش شايف الأم والأب والقرايب هيعرفوا بسرعة. الرؤية الأم والأب يقدروا يكتشفوها بسرعة، هيعرفوا لكن بسرعة. يمكن السمع هو السمع ده أبطأ شوية. هو اللي فيه المشكلة. فطبعا اللي مش هيسمع كويس هتوصل له المعلومة قليلة، حتى نطقه للكلام مش هيبقى مظبوط. هيبقى فيه عدم ثقة ان هو حتى يعبر عن نفسه.
فدي مش هقول بس مشاكل في التعليم بس، لا ده مشاكل نفسيه كبيره جدا. فدي تعتبر من اهم المبادرات اللي هي اللي المفروض تكمل شويه، لان طبعا دي محتاجه معظم الاطفال. في ناس بنكتشفهم عند سن 8 سنين و9 سنين ان هو فعلا السمع، وده مأثر عليه في التعليم ومأثر عليه في الكلام ومأثر عليه في التهتهه، وممكن من ضمن الحاجات دي بتخليه مثلا ان هو ما يقدرش يتحكم نتيجه التوتر اللي هو فيه. بيبقى في عنده مشاكل في البول، ان هو ممكن بيتبول على نفسه بالليل او الكلام ده كله. كل الحاجات النفسيه دي ممكن يكون مصدرها صغير جدا، السمع اللي احنا ما بنقدرش نكتشفه بسهوله. لكن كل الاطفال لو عملنا لهم الكشف هنقدر. تأخر كلام يا دكتور، تأخر كلام التهتها في طبعا، الكلام طبعا ده من ضمن ممكن الحاجات. يكون أحد أسباب ضعف السمع. لا ده هو ده من الاساسيات. من الأساسيات. من الاساسيات. طب عايزة لحضرتك هنا إنه ممكن الأم والأب حتى لو ما لاحظوش بالعين المجردة، هل في كشف معين مثلا بتنصح بيه كل أم إنها تعمله لطفلها عشان تقدر تتأكد مثلا إن السمع سليم، إن الرؤية سليمة، حتى لو ما ظهرش أعراض لده يعني؟ هو اختبارات السمع دي الشخص الطبيعي مش هيعرف يعملها. اه يعني الاطباء بس، او اللي هم المدربين الفيزيائيين، او اللي هم التكنيشن زي ما بنقول، هم دول اللي يقدر يعمل. مش هقول على اجهزه، لا حتى مثلا في اصوات معينه انا بطلعها علشان يقدر اقول له انت سامع ده ولا مش سامعه، واجرب في الودن دي واجرب في الودن دي. لا الشخص اللي هو بره الكارير الطبي هيبقى صعب عليه انه يعمله، لكن لأنه لازم ضعف يعمل تشيك. السمع ممكن يكون في ودن واحدة والتانية سليمة، ممكن أو يبقى في الاتنين ودن مع واحده، بعض. ممكن طبعا. عايزين نتكلم برضو عن أهمية الكشف المبكر للاعتلال الكلوي دي. يعني زي ما حضرتك قلت إن احنا أهم يعني جهازين في جسم الإنسان، واللي من خلالهم بيتم إن الأدوية بتأثر فيها بشكل كبير تخلص من السموم بصفه عامه. الكبد والكلى. فأهمية الكشف المبكر للاعتلال الكلوي يا دكتور أحمد. هو طبعا ده الكلى زي ما بنقول ان هي مصفة الجسم، او اللي هو التخلص من 80% من الحاجات الضاره خلاص اللي الجسم يستهلكها اثناء اليوم، هو عن طريق الايه الكلى. فبالتالي انا لما اكتشف اي حاجه بتاثر على الكلى بدري، مش هوصل لمرحله غسيل الكلوي. ما هي مرحله غسيل الكلوي يبقى انا شخص في عندنا في حاجه اسمها بنسميها اللي هو بيعتمد على حاجه عشان يعيش. دي بتبقى زي ما بنقول كده اللي هو بيردن، او اللي هو بيبقى بيأثر على الناتج القومي، بيأثر على حياته، بيأثر على مشاركته في المجتمع. لما يكون هو محتاج ان هو 3 ايام كل اسبوع، يعني 3 مرات في الاسبوع، لازم يبقى متواجد في مكان علشان يعمل غسيل كلوي، بيطلع بعديها تعبان، اليوم ده خلاص متدمر، تعبان جدا، مرهق. فبالتالي هو خلاص مش هيقدر ان هو يساهم سواء في حياته او في حياه اسرته او في حياه المجتمع بقدر كبير. انا لما اكتشف ده من بدري هقدر احافظ على صحه الكلى، فبالتالي هقلل ده مهم جدا. من دكتور ضمن احمد، عايزاك تدي نصيحه كمان النهارده مهمه للناس اللي بتستخدم مسكنات لاي شيء ولا كل شيء. المسكنات انا باخد مسكن لحد ما اكشف، ده هدف المسكن. يعني أو لفتره يومين 3، مش أو مده. او المسكن خلاص انا مضطر ليه لما شخصت واكتشفت ان مفيش علاج اكتشفناه لحد الان. احنا مفيش مرض ملهوش علاج. هنا انا مضطر. انا مضطر. لكن برضو لازم بغير حتى في انواع العلاجات. الدكتور بيكتب لي انواع مسكنات مختلفه علشان ما تاثرش برضو على الكلى او الكبد. ده طب مهم نروح جدا. بقى لتخصص حضرتك، وان احنا يعني في فصل الربيع طبعا امراض العيون بتنتشر، فحابين نعرف من حضرتك النهارده نتكلم عن مبادره الرئيس كمان بالنسبه ل يعني امراض العيون. طبعا هي الجو اللي احنا موجودين فيه ده جو طبعا اللي هو الحساسيه، التعرض للتراب. طبعا احنا شايفين كم عاصفه كده، تقلبات جويه، فطبعا ده مهم جدا نحرص. احنا شايفين انتشار كبير جدا اللي هم الموتوسيكلات او الكلام ده. اللي بيركب حاجه زي كده مهم جدا ان يحمي عينيه، ان شاء الله حتى نضاره بلاستيك يحطها على عينيه. ده مهم جدا لان الترابه اللي جايه في عينه دي زي الرصاصه بالظبط، هتلزق في القرنيه، تعمل التهابات، تعمل حساسيه، يضطر ان هو يروح عشان يشيلها والكلام ده كله. وده ممكن يتجنب كل ده بنضاره بلاستيك مش هتكلفه مبالغ كبيره ولا حاجه. طبعا من المبادرات طبعا الرئاسيه اللي هي معموله في مجال العيون، اللي هي طبعا مكافحه العمى. زراعه القرنيه ده من ضمن الحاجات اللي طبعا زيها زي جدا، لانها عمليه مكلفه كمان، مكلفه جدا. وهو طبعا بقى فيها دعم، بتتحملها. بقى في دعم كبير جدا في موضوع زراعه القرنيه.
برضو نفس الحكايه بالظبط بتاعت اللي هو اللي راح بيغسل الكلى، اللي هو برضو ما بقاش ان هو يساهم، ده بقى اكتر منه شويه، لا ده كمان محتاج حد يراعيه، محتاج حد يتحرك بيه لو لا قدر الله الموضوع في عينين الاثنين، فشخص مش هيبقى ان هو قادر ان هو يشوف. لكن لو قدرنا ان احنا نعمله ترقية القرنية، دي من ضمن الحاجات الكويسة دكتور جدا. احمد، يعني اشكرك جدا لوجودك معنا النهارده. حاولنا على قد ما نقدر نغطي اهم المبادرات الرئاسيه اللي المواطنين. اشكر وجودك معنا النهارده يا دكتور، شكرا ليك يا رب. واشكر مشاهدينا، ونلتقي ان شاء الله وحلقه جديده والجيش الابيض. شكرا لكم.